كنت قاعدة مع خطيبي وكالعادة لقيته بيقولي هاتي تليفونك، وده طبعا علشان يبدأ يفتش في المحادثات بتاعتي مع صحابي ومع أهلي. ودي مش أول مرة، لازم كل ما يجي يفتش في موبايلي، وأنا كنت بسيبه لأني واثقة في نفسي وعارفة أني مش بعمل حاجة غلط. ولقيته بيقولي امسحي الفيسبوك من عندك، مفيش بنت محترمة بتفتح فيسبوك، وده من غير سبب كده. تعال احكيلكوا القصة من البداية واعرفكم بنفسي. انا روان، عندي 20 سنة، عايشة انا وماما ومعنديش اخوات، وبابا متوفي. كنت بشتغل في محل ملابس حريمي كان معروف جدا، والحمد لله كنت بقبض راتب كبير جدا. وفي يوم صاحبة ماما جابتلي عريس كان جارهم وساكن معاهم في العمارة. اهله كانوا متوفيين وعايش لوحده، اسمه سامح وعنده 39 سنة، وليه اخوات بنات بس كلهم متجوزين. ماما قالت لي كل التفاصيل عنه وقلت لها تمام هقعد معاه يا ماما. وقعدت معاه، كان لطيف جدا في البداية وكان مرح وبيهزر كتير جدا، وكان شكله كويس ومهتم بصحته وبيروح الجيم. وافقت عليه وفرحت طبعا اني هبقى عايشة معاه لوحدي ومفيش حما هتضايق فيا زي اللي بسمعه من صحابي المتجوزين. بس بعد كده اكتشفت انه بمثابة مليون حما. المهم اتخطبت انا وهو، بس ماما خلت فترة الخطوبة سنة علشان تعرف تجهزني وعلشان نتعرف على بعض كويس جدا. كنت كل مرة بكتشف في حاجة تخنقني اكتر، كنت بحس اني مطفية وكبرت على عمري عمرين خلال فترة الخطوبة. اول حاجة لما عرف اني بقبض كويس من شغلي قال لي ايه ده بقى، انتي الراتب بتاعك اكبر من بتاعي، بقولك ايه انتي لازم تسيبي الشغل. فكرته بيهزر، قلت له يا سلام وهنتجوز ازاي بقى، وضحكت. قال انا ما بهزرش، انتي هتسيبي الشغل ده، انا بغير عليكي ومش عايز حد يشوفك غيري، وانتي طبعا طول النهار بتتعاملي مع ناس. فاتصدمت، قلت له ازاي يعني، بس انت عارف الظروف وعارف اني بجهز نفسي وكل حاجة بقت غالية وامي مش هتقدر على كل ده. قال لي بقولك ايه، اتصرفي بقى، حاولي تتكلمي معاها وتقولي لها سامح مش عايزني اشتغل، وبعدين يا حبيبتي مش لازم تجيبي حاجات كتير وغالية، يعني هاتي حاجات بسيطة وبعد الجواز نبقى نجيب اللي احنا عايزينه. وحاول يقنعني بأي طريقة. المهم قلت لماما انا هسيب الشغل يا ماما. قالت لي ليه يا بنتي، حصل ايه، في حد ضايقك في الشغل؟ قلت لها لا، سامح خطيبي مش عايزني اشتغل. ماما اتعصبت جدا وقالت لي هو اتجنن، ازاي يعني تسيبي الشغل ازاي، وهتجهزي نفسك ازاي، وبعدين مرتبك كويس جدا ومديرك راجل محترم، هجهزك ازاي ومنين وانا لوحدي وانا ست كبيرة اهو وبشتغل ومش مقصرة، وانا كمان عشان اجهزك يعني الراتب بتاعي قليل جدا يا بنتي، مش هيعمل اي حاجة في الظروف اللي احنا فيها دي. قلت لها خلاص يا ماما لما يجي حاولي تتكلمي معاه. وبالفعل اتكلمت معاه وقالت له بص يا ابني، انا بنتي مش هتسيب الشغل، لما تيجي في بيتك ابقى احكم عليها براحتك. اتضايق جدا بس قال لها تمام ماشي. ومن يومها وهو مش بيطيق ماما، وكل ما يكلمني يفضل يشيلني منها ويقول لي بقى دي هي راضية يعني انك تتمرمطي في المحلات وتشتغلي. انا كنت بتضايق منه وبحس انه بيحاول يوقع ما بيني وبينها، بس كنت بكبر دماغي. وفي يوم كان عندي في البيت زي كل مرة بيزورني، وطبعا هو كل مرة بيزورني لازم يفتش في موبايلي. ولقيته بيقولي بقولك ايه، امسحي الفيسبوك والواتساب من عندك، مفيش بنت محترمة بتفتح فيسبوك وواتساب، انا عايزك ليا انا لوحدي، انا بغير عليكي. قلت له ازاي يعني، ده مفيش حد النهاردة ما عندوش فيسبوك، دي الاطفال عندها فيس وواتس. قال لي والله القرار في ايدك، لو عايزة تزعليني خليهم عندك بقى. بصراحة اتضايقت، حسيت اني مخنوقة، عمري ما هرتاح معاه، وانه بعد الجواز هيخنقني اكتر واكتر. بس مسحتهم
وحاولت ارضيه وكبر دماغي. ولقيته في مرة واحنا خارجين مع بعض، انا عادة بلبس لبس فضفاض ومش ملفت، لقيته بيقولي اللبس ده مش عاجبني، انتي لازم تغيري طريقة لبسك وتلبسي واسع اكتر من كده. سمعت كلامه وقلت هعمله مفاجأة، وتاني يوم قلت هنزل انا وماما اشتري اسدال وخمار، ورنيت عليه كالعادة ولسه بقوله انا خارجة مع ماما، لقيته بيقولي لا مفيش خروج، مفيش خروج مع امك يا هانئ، واعملي حسابك بعد الجواز حتى زيارة امك مش هتروحي لها لوحدك، لازم ابقى رجلي على رجلك، وده لو كنت فاضي اصلا. قلت له انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ قال لي لا طبعا ما بهزرش، دي حياتي وده اسلوبي، وانتي هتمشي على الكلام ده، ولازم يا هانم تتعودي على طاعة جوزك. لقيت نفسي متعصبة وبقوله انت اكيد مجنون، انت عايز تمنعني من امي اللي ماليش غيرها، اللي تعبت عليا وتعبت علشان كتير. على فكرة انا كنت نازلة دلوقتي انا وماما اجيب اسدال وخمار علشان افاجئك، بس الظاهر انك فاكر اني طالما بحبك يبقى هتستغلني وتخليني في ايدك زي العروسة اللعبة تحركها زي ما انت عايز. انت طلبت مني امسح الفيس والواتس وطوعتك، طلبت مني اغير شريحة موبايلي ووافقت، طلبت مني امسح ارقام اهلي وقرايبي كلهم وطوعتك، حتى الافراح منعتني احضر اي فرح نهائي. انت مش ممكن تكون انسان طبيعي، انت مريض، وانا لا يمكن اطيعك واقطع امي اللي ماليش غيرها. انا هجهز لك الشبكة بتاعتك والهدايا تيجي تاخدها في اي وقت، وكل شيء بينا انتهى. طبعا اتحايل عليا كتير جدا، بس انا كنت اتقفلت منه خلاص وما بقتش طايقاه، وسبته خلاص واخد حاجته، طبعا بعد محاولات كتير جدا انه يصلح الموضوع، بس انا خلاص اتقفلت منه. وعايزة اقول لكل بنت، الراجل اللي يقولك هاتي تليفونك، امسحي الفيسبوك، ما تكلميش اصحابك وقطعي اهلك، هو نفسه اللي بعد الجواز هيقولك ما تشوفيش امك وما تخرجيش الا رجلي على رجلك وقطعي اهلك، ومش هتستحملي تفضلي عايشة معاه اصلا في السجن ده، وللأسف هتتطلقي. النرجسي مش بيتغير، هو بيحب يحس انه اقوى منك، بيحاول يعزلك عن كل الناس علشان تفضلي لوحدك وطبعا تبقي تحت سيطرته، وكل مرة تسكتي او تتنازلي هو بيكسب خطوة جديدة. الحب الحقيقي مش سجن، الحب سند وراحة وثقة، مش خوف ولا تفتيش في موبايلك ولا أوامر. الشخص النرجسي عشرته صعبة وتخنق، لو لقيتي الشخص ده اهربي فورا.